أجهش وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالبكاء خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ولم يتمالك وهبي نفسه حيث ذرف الدموع بسبب الإساءة التي تعرض له أبناؤه في أعقاب الضجة التي أثارتها نتائج مباراة الأهلية لولوج مهنة المحاماة، وتحت تأثير الضغط النفسي الذي قال وهبي إن أبناءه تعرضوا له من خلال المس بحياتهم الخاصة من قبل بعض وسائل الإعلام وبعض الكتابات التي استهدفت الطعن في عائلته وأسرته. انفجر وزير العدل باكيا أمام تأثر النواب، وتساءل وهبي أمام أعضاء لجنة العدل ماذا لو أقدم ابنه على الانتحار بسبب الحملة التي شنت ضده. وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في هذه الأثناء من اليوم الثلاثاء 24 يناير بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وستتدارس اللجنة طبيعة التدابير المتخذة لتنظيم المباريات داخل القطاع ودراسة التفاعلات الناتجة عن واقعة امتحان الأهلية لموازنة مهنة المحاماة بدورة الرابع دجنبير الفارض، كما ستناقش كيفية تدبير المباراة والتواصل بشأنها، إضافة إلى التفاعل الحكومي مع ردود الفعل الواسعة إزاء الامتحان المذكور ونتائجه، إضافة لاستراتيجية الحكومة لإصلاح المهنة ودعمها وتأطيره.